هتعمل ايه لو قعدت في اوضه مليانه اشباح؟ لو انتي بتحبي الروايه والتشويق فاكيد الروايه دي مناسبه ليكي. روايه الغرفه 207 للكاتب احمد خالد توفيق، وتعتبر من اجمل الروايات اللي اتكتبت في النوع ده. وقبل ما تقولي انك شفتي المسلسل، هو مختلف عن المسلسل تماما وفي احداث كتير قوي متغيره. فاسمعي معايا. الاحداث بتدور في فندق على البحر في مرسى مطروح، بس الفندق ده مختلف عن اي فندق تاني، واللي بيحكي لنا الحكايه هو عم جمال، راجل عنده 70 سنه، وبيحكي لنا القصه من وهو كان عنده في العشرينات لما كان موظف استقبال، وكبر في الاوتيل وفضل طول عمره بيشتغل موظف استقبال. المديرين والموظفين يتغيروا ويفضل عم جمال زي ما هو، وكانوا بيعتبروه الراجل البركه اللي في الاوتيل. والاهم من كده انه كان عارف ان الغرفه 207 اللي في الاوتيل مسكونه، ومع ذلك كان قادر يستحمل يقعد في الاوتيل. طب ايه اللي كان بيحصل في الغرفه 207؟ كان بيحصل احداث تشيب، قتل ومس ورعب وحاجات رهيبه. ما كانش حد ابدا بيستحمل يدخل الاوضه دي، وكل الناس بتطفش من الاوتيل. والغريب ان عم جمال لما دخل الاوضه دي شاف حاجات غريبه جدا. شاف ابوه اللي مات واقف بيكلمه، وشاف حروب واحداث حصلت بجد، شاف الهكسوس، شاف المغول، شاف مشهد موته بكذا طريقه مختلفه. وخرج من الأوضة دي بأعجوبة، وقرر إن عمره ما هيدخل الأوضة دي تاني. وحصلت في الفندق أكتر حاجة مرعبة. عم جمال وهو عنده 70 سنة حكى إن في الفندق حصل قتل لأحد العمال اللي موجودين، وهنا قرر العمال إن هم هياخدوا موقف تجاه الغرفة دي. قرروا إن هم هيفجروا الغرفة 207 من غير ما أي حد في الفندق يعرف غير عم جمال ولا حتى صاحب الفندق. وعم جمال كان خايف يقول أوكي، بس في نفس الوقت هو ما عارضش، اصله كان نفسه يخلص منها. بس في نفس الوقت حذرهم من لعنتها عشان كان خايف قوي يحصل اي حاجه، وقال لهم بلاش احسن، وحذرهم من البوليس والتحقيقات. بس هم اصروا وقالوا انه ما حدش هيعرف غيره، وعملوا محاولات كتير قوي ان هم يفجروا الغرفه وبرضه فشلوا، ما بتتفجرش. وراح عم جمال قرر يواجه الغرفه ودخلها، وقرر ان هو يكلم الاشباح اللي جوه، وقال لهم انا خلاص ما بقتش خايف من الموت. وقعد يكتب الروايه بتاعه الغرفه دي، وبعد ما خلصها رماها في بلكونه الغرفه اللي جنبه عشان لو حد لقاها بعد كده ينشر الروايه. وهو قعد يستنى الموت، مش عارف الموت هيجيله منين جوه الغرفه دي، ومش عارف الغرفه دي خيال ولا هتنتهي بموته بجد. طب ويا ترى عرفنا سر الغرفه دي؟ طلع سر الغرفة في المراية. المراية اللي في الأوضة هي الفجوة الزمنية بين الإنسان وبين الشياطين اللي في العالم السفلي. وساب لنا أحمد خالد توفيق النهاية مفتوحة ينهيها القارئ زي ما يحب. يا ترى عجبتكم؟ اكتبولي في الكومنتس النهاية اللي كان نفسكم تشوفوها. أنا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.